فارا من أوضاع قاسية في مالي، قدم موسى إلى المغرب قبل 5 سنوات وهو يمني النفس بما يعتقد أنه الفردوس الأوروبي. بعد محاولات باءت بالفشل استقر في الرباط، حيث يعمل لتأمين لقمة العيش والادخار، ليحاول العبور مجددا إلى الضفة الأخرى. حاولت الهجرة إلى إسبانيا مرات عدة، انطلاقا من طنجة، العيون والناظور. أنا الآن مستقر في المغرب إلى أن أدخر ما يكفي للهجرة إلى إسبانيا. على خلاف موسى، يجد بعض المهاجرين غير النظاميين صعوبات في الحصول على عمل بشكل قانوني. غياب الحماية الاجتماعية هذا مهم جدا، لأن الكثير منهم يعملون دون عقود رسمية، حيث يجري أحيانا استغلالهم، خاصة النساء العاملة في البيوت اللواتي نستقبلهن كنقابة لمحاولة حل مشكلاتهن بطريقة أو بأخرى. كان المغرب أطلق عام 2014 عملية لإدماج المهاجرين غير النظاميين بمنح نحو 50,000 مهاجر بطاقة الإقامة، التي تخول الحق في العمل والتعليم والخدمات الصحية. التوجيهات الملكية السامية أعطت لهذا المهاجرين إمكانيات كبيرة على مستوى الإقامة والبقاء إلى والسكن إلى غير ذلك، الاستقرار، بغيت نقول استقرار. على مستوى الاستقرار الحكومة كلها التوجيهات هي كتمشي فيها وعازمة على أنها تمشي فيها أكثر. ويقدر عدد المهاجرين في المغرب بأكثر من 100,000، تطرح محاولاتهم للعبور نحو أوروبا تحديات أمام المملكة في مجال تدبير تدفقات الهجرة. بعدما كان بلد عبور، تحول المغرب إلى بلد لاستقرار المهاجرين، خاصة من إفريقيا جنوب الصحراء. وإن كانت أوروبا تضغط على المغرب في ملف الهجرة، فالرباط ترفض أن تلعب دور الشرطي وتنادي بسياسة إنسانية في هذا الملف. أنس عياش، الشرق، الرباط.